بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر المبدع محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة. الشعراء الأعزاء، الحضور الكريم من محب الشعر ومتذوقيه، طبتم وطاب مساؤكم. معا يجمعنا بيت الشعر كعادته دوما. معا تقلنا مركب الإبداع لترسو بنا على شاطئ أمسية الليلة التي تضم أصواتا شعرية لها حضورها المتميز استجابت لنداء بيت الشعر في الشارقة. هذا البيت الذي يقف كلوحة فيحاء يأوي إليها الشعراء ويقصدها محب الشعر ومريديه. هذا البيت الذي أصبح أحد أهم بؤر دعم وإثراء الشعر العربي بما يقدمه من أنشطة وفاعليات تثري الحراك الثقافي، وبما يتمتع به أيضا من مكانة في قلوب محب الشعر من كافة أنحاء الوطن العربي. فهنيئا لنا جميعا ببيت الشعر في الشارقة، وهنيئا ببيت الشعر بإدارته المستنيرة المتمثلة في المبدع محمد البريكي والفريق المعاون له. تقلب صفحات دفتر الشعر اليوم في هذه الأمسية الشعرية تمثل تجارب مختلفة وأطيافا متنوعة إبداعيا وجغرافيا. في أمسية الليلة تتسع مساحة البوح لتمتد من أغوار الأردن في الشرق إلى قمم أطلس في المغرب في أقصى الغرب، ثم تنعطف جنوبا لأرض شنقيط حيث سحر الصحراء وهيبتها. في الورقة الأولى هو محب للغة العربية منذ الصغر كما يقول عن نفسه، يراهن في قصائده على البعد الإنساني، تفيض أشعاره بالحكاية، بالإضافة إلى كونه شاعرا فهو ناقد ومترجم حاصل على الدكتوراه في الأدب والنقد من جامعة اليرموك في الأردن. صدرت له 5 مجموعات شعرية وحصل على عدد من الجوائز الهامة، منها جائزة الشارقة للإبداع العربي، وكان آخر هذه الجوائز جائزة البابطين لأفضل قصيدة في دورة هذا العام. يقول في إحدى قصائده: دعشة في يد، دهشة في يد، ونشد يدينا احتراما، لغة تتبادل بين العيون السكوت، وتلمع فوق الشفاه ابتسامة. وبابتسامة الشفاه والقلوب أيضا نستقبل الشاعر الأردني الدكتور عبد الله أبو شميس. السلام عليكم ورحمة الله. أسعدتم شعرا. في البداية لابد من كلمة شكر لهذا المكان الجميل ولهذه الوجوه الطيبة على هذا الحضور الذي أتمنى أن يكون ما سأقرأه عليكم لائقا به. سأقرأ عليكم قصيدتين 2 في هذه الأمسية. كما تلاحظون نحن 3 شعراء رجال، لذلك سوف أستعير صوت المرأة لتكون بيننا امرأتان. القصيدة الأولى: ما لم تقله الحميراء. وتعرفون الحميراء، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ما لم تقله الحميراء، تعبت لو يعرف الأهلون عن تعبي، ولو أعاتب هل يدرون ما عتبي. أنا الحميراء قلبي دمية كسرت، فمن سيصلح قلب البنت واللعب، ومن يطبب جرحا سال منسكبا، ومن يطبب جرحا غير منسكب. اليوم قد وئدت أنثى وما عرفت بأي ذنب، ولم تسأل ولم تجبي. عيناي لم تنظرا يوما لمعصية، فهل من العدل هذا الدمع في هدبي. عيناي لم تنظرا يوما لمعصية،
فهل من العدل هذا الدمع في هدبي؟ وقيل إن كنت قد أذنبت فاعترفي بالذنب وابتهلي لله واقتربي، هذه المواعظ لو تدرون جارحة فلا تطيلوا مجال الوعظ والخطب. أنا البريئة ما قاربت فاحشة، ففيم ترمونني بالشك والريب. لكنني مثل يعقوب أقول لكم صبر جميل، لعل الله يرأف بي. لله أشكو ومن كالله ينصفني، ولست أدعو سوى الرحمن في كربي. هو الذي بلباس الطهر حجبني، فكيف أنزع من بعد التقى حجبي؟ وهو الذي قبل بالآداب زينني، فكيف أخلع عني زينة الأدب؟ ما كنت أخذل أمي في النساء، ولا بين الرجال لأرضى أن يذل أبي الذي وهب الرحمن سائره، لم يبق في الله من مال ولا نشب. وثاني اثنين والظلماء موحشة في الغار، مغترب يشكو لمغتربي. تالله لو كان زوجي أيما رجل من الرجال، ضئيل الأصل والنسب ما خنت عهدي ولا دنست موثقه، فهل أخون وزوجي أشرف العرب؟ تالله لو كان زوجي أيما رجل من الرجال، ضئيل الأصل والنسب ما خنت عهدي ولا دنست موثقه، فهل أخون وزوجي أشرف العرب؟ عندي مئات من الأسباب تمنعني، وليس عندي لهذا الإثم من سبب. فوضت أمري إلى الرحمن ينصفني، والله معتمدي فيهم ومحتسبي. يا رب شهر مضى والقلب منفطر، وعصبة الإفك مشاؤون بالكذب. إذا خبت نار خبث ينفخون بها حتى تطوف بين الناس باللهب. وفي المدينة حطابون ما قطعوا إلا ضلوع بريئات مع الحطب. مهما تثر بدخان السوء نارهم، فليس يصدأ من أوساخهم ذهبي. قلبي على سيدي والحلم سيده، يخوض في عرضه الأرذال وهو نبي. تراه بعد امتزاج الروح ينكرني، وبعدما صار من لحمي ومن عصبي، إن لم يعد صدره مأواي ولهفي. فالموت أيسر لي والقبر أجدر بي. أدعوك يا رب والأفكار عاصفة، أنت العليم بما في القلب من ندبي. لست البتولى لتأتيني بمعجزة، لكنني امرأة تدعوك من كثبي. أنا ببابك يا رحمن جاثية، ومن يلذ بجناب الله لا يخبي. إن شئت أن تمكث البلوى فصابرة، أو شئت أن تنقضي يا رب فاستجبي. أما القصيدة الثانية فهي بعنوان قمر بغداد، وهي أيضا على لسان امرأة. تعرفون طبعا ابن زريق البغدادي ورائعته المعروفة: لا تعذليه فإن العدل يولعه. هذه القصيدة قصيدة متخيلة على لسان زوجة ابن زريق،
لمن لا يعرف القصة فإن ابن زريق ترك بغداد وذهب نحو الأندلس، وكان محبا لزوجته، ثم توفي بالأندلس ولم يعد إلى بغداد. فهذه القصيدة قصيدة متخيلة على لسان زوجة ابن زريق. قمر بغداد. يا نهر دجلة كم قلب تلوعه، وكم غريب جرت في الماء أدمعه. حزن العراق قديم قد نما قصبا في جانبيك، وأمواجا ترجعه. عامان ما مس قلبي من نسائمه إلا نسيم مع الآصال يلسعه. في ذمة الله روض غاب حارسه، في ذمة الله نهر جف منبعه. لم يبق بعدك عندي ما أضن به على الزمان، وما يخشى تصدعه. رحلت والصمت فيما بيننا صخب، وما يفيد كلام لست تسمعه. تركت بغداد تمضي نحو أندلس، والسهم أبعده في الرم أوجعه. لو أن أندلسا تدري بلوعتنا، كانت لبغداد دون الناس ترجعه. أو أنها عرفته حق معرفة، كانت على الخلق كل الخلق ترفعه. والله ما طلعت شمس بأندلس على شبيه له في الفضل يفرعه. هو الأديب ولكن خانه زمن، ما زال حتى أقاصي الأرض يدفعه. وكنت أعلم لما سار مرتحلا أني أودع نفسي إذ أودعه. قد كنت راضية بالحال قانعة، لكنما حالنا ما كان يقنعه. ما ضرني أن ثوبي واحد خلق، إذا ارتدتني بجوف الليل أضلعه. حسبي الذي طوقت جيدي أنامله، حسبي الذي زرعت في الخصر أذرعه. وما طلبت سواه مذ ظفرت به، وكيف أطلب وهو الكون أجمعه. الحزن يا سيدي قد فاض عن جسدي، فرحت أمشي على الدنيا أوزعه. أسير في طرقات الكرخ تائهة وراء طيفك، كالبلهاء أتبعه. ضيعت كل طريق كنت أعرفه، إلا خيالك إني لا أضيعه. في كل زاوية منها يخادعني، أراه في كل ما حولي، وأسمعه كالريح يفتح لي صدرا ويهتف بي، حتى إذا ما أتاه القلب يصفعه. أنا الغبار الذي في الريح موطنه، رضيت لو بان لي في الأرض موضعه. القلب بعدك طفل دون والدة، ما كان يؤنسه قد بات يفزعه. وكل ذي قمر في الليل يحضنه، إلا أنا قمري قد غاب مطلعه. وشكرا لكم.